هليكوبتر. النهارده هحكي لكم عن موقف حصل قدام عينيا. كنت في مكان وشفت بنت قاعده صغيره في العشرينات تقريبا من عمرها، كانت قاعده متوتره شويه وجنبها قاعده واحده ست اخر شيك. وجي وقت دخول البنت الانترفيو والست الكبيره دخلت معاها. تخيلوا الام دخلت مع بنتها الانترفيو علشان تطمن عليها. موقف غريب مش كده؟ هو فعلا غريب بس مش نادر. النوع ده من الاهالي بنسميه اسم ظريف شويه، هليكوبتر بيرنتس، عشان بيفضلوا طول الوقت بيلفوا حوالين ولادهم زي الهليكوبتر، شايفين كل حاجه وبيتدخلوا في كل خطوه في حياه ولادهم، لدرجه ان اولادهم نفسهم ما بيعرفوش حتى يتنفسوا لوحدهم. الاهل دول اكيد طبعا نيتهم طيبه، مفيش كلام وما نقدرش ننكر ده، بس المشكله انهم بيكتموا نمو اولادهم، بيتدخلوا في كل حاجه، في الدراسه بيحلوا معاهم الواجبات، حتى في خناقاتهم مع اصحابهم بيتدخلوا برضو فيها، ويتصلوا باهل اصحابهم علشان يحاولوا ان هم يصلحوا ما بينهم. وزي ما قلنا في بدايه الحلقه حتى الانترفيو بيدخلوا معاه. الاولاد دول صحيح بيكبروا بجسمهم بس مش باستقلاليتهم ولا بشخصيتهم، بيبقوا دايما حاسين ان هم مش كفء ومش قادرين ياخدوا قرار بنفسهم. حتى لما بيكبروا وبيشتغلوا بيبقوا برضو مستنيين موافقه حد. انك تحب ابنك وتخاف عليه ده شيء طبيعي، لكن لما الحب والخوف ده يتحول لتحكم ومراقبه يبقى ساعتها لازم نقف. ابنك كده مش هيتعلم يواجه ولا يقرر ولا حتى ان هو يغلط ويتعلم من نفسه. احنا مش هنفضل موجودين في كل موقف في حياة ولادنا، بس اللي نقدر نعمله بجد هو اننا نعلمهم يعتمدوا على نفسهم، عشان لما الهليكوبتر تطير يقدروا يفضلوا واقفين ثابتين ويعرفوا يواجهوا حياتهم بنفسهم. انا عارفة انها مش سهلة ان احنا نسيب ولادنا يجربوا ويغلطوا قدام عينينا، بس صدقوني هي مستاهلة علشان نربي بني ادم مستقل مش نسخة صغيرة مننا. كنت معاكم بسمة القطان في مش سهلة بس مستاهلة على راديو في السكة.